تداولت صفحات فنية على شبكات التواصل الاجتماعي منشوراً وتسريبات من الحلقة الأخيرة من مسلسل العربجي الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل السوري باسم يخور إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم الممثلة ديما قندلفت. وبحسب التسريبات تتضمن الحلقة الأخيرة من المسلسل المتصدر في السباق الرمضاني لعام 2023 وفاة شخصية بدور التي تلعب دورها ديما قندلفت على يد عبدو الذي يلعب دوره باسم يخور في مسلسل العربجي. وأوضحت حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في تسريبات أن عبدو العربجي ينهي حياة بدور انتقاماً لدورها في فضيحة ابنته واضطراره إلى الركوع على قدم أبو حمزة وتقبيلها في مسلسل العربجي. وكان قد تصدر وسم بدور مصنع الشرور شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقه الممثل السوري باسم يخور على الشخصية التي تجسدها مواطنته وزميلته ديما قندلفت في مسلسل العربجي. وأطل يخور في فيديو مؤكداً أن الحلقة الثانية تحمل أحداثاً ساخنة لا سيما مع ظهور بدور مصنع الشرور. وردت ديما قندلفت سريعاً على يخور في مقطع مصور قالت فيه: شفت هلأ فيديو لعبدو العربجي قال بدور اليوم فايتة على الحلقة وهو مسميها بدور مصنع الشرور. وتابعت: يا عبدو يا عربجي القصة مو قصة رمانة، قصة قلوب مليانة. ترقبوا اليوم حلقة جديدة ومميزة من العربجي مليئة بالأحداث الساخنة. اليوم ستدخل بدور الداية بدور أنا سميتها مصنع الشرور. خلونا نشوف اليوم الحلقة الثانية من العربجي. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. رمضان كريم ينعاد بالخير والبركة واليمن على الجميع. يذكر أن مسلسل العربجي وتدور أحداثه حول مفهوم الظلم في سياق قائم على التشويق والجذب في حبكة درامية ممتعة من دون تأطير ضمن فئة البيئة الشامية. وتبدأ الحكاية مع عبدو العربجي الذي يصارع الحياة بكل ما يملك من قوة بينما هي تسدد له الضربات بكل ما تحمل من غادر، لكنها كلما أسقطته أرضاً سيجد سبيلاً للنهوض متمسكاً بقوة الإرادة في وجه المكائد من جهة والجبروت من جهة أخرى، في حكاية تعاني فيها كل شخصية رئيسية نوعاً من الظلم، لكن كل واحدة منها تختار طريقتها للمجابهة أو حتى الاستسلام.